يا صباح الفل. امبارح يمكن جماهير نادي الزمالك ضربت أروع المثل في الوفاء والإخلاص لواحد من أوفى نجوم القلعة البيضاء، الكونت دي صبري. امبارح جماهير الزمالك ودعت محمد صبري وداع يليق بيه، يليق بإخلاصه لنادي الزمالك، يليق بعطائه وبموهبته اللي نادرا ما هنشوف لعيب بإمكانيات وقيمة وإخلاص الراحل العظيم كابتن محمد صبري. فشابوه لجماهير نادي الزمالك، وربنا يرحم المغفور له بإذن الله كابتن محمد صبري. امبارح الزمالك في أداء باهت وضعيف بياخد 3 نقط بشق الأنفس زي ما بنقول من أسهل فرق المجموعة زيسكو الزامبي. يعني كابتن أحمد عبد الرؤوف علشان ألعب ماتش والماتش يبقى يليق باسم نادي الزمالك، لازم زي ما قلت قبل ماتش الأهلي لازم تبدأ بأفضل تشكيل ليك، ولازم تبقى حاطط كل لعيب في مركزه علشان يديلك أفضل شيء، وعلشان ما يعطلش باقي زمايله. فبرضو في إصرار على وجود أحمد شريف وينج ليفت، مش عارف ليه، يعني أنا مش عارف ليه فرقة زي دي المفروض تديها على وشها 4-5-6، المفروض تديها زي ما بقول 5-6. انت بتكسب واحد بالعافية. طب بدأت الماتش غلط، الشوط التاني يمكن رجعنا لعهد فيريرا، الزمالك مستواه وأداؤه بيهبط في الشوط التاني. طب إيه السبب؟ السبب كنت بقول دايما تدخلات فيريرا. الشوط التاني فيريرا بيضطر يعمل تغييرات وتبديلات جوه الملعب، نفس الشيء ما اختلفش أحمد عبد الرؤوف لما عمل تغييرات وتبديلات. أداء الزمالك وقع، يعني أداء الزمالك وقع لما أشرك عبد الله السعيد مكان ناصر ماهر، وأودي ناصر ماهر ناحية الوينج وقلنا بنفقده. يعني أنا عايز كده على الوايت بورد بتاعت نادي الزمالك أكتب محدش يودي ناصر ماهر ناحية الشمال، لأي مدرب بقى، أحمد عبد الرؤوف غيره، محدش يودي ناصر ماهر ناحية الشمال، محدش يلاعب أحمد شريف وينج، يعني تبقى ثوابت نتكلم فيها. نزلت محمود جهاد، واحد ما لعبش كورة تقريبا من سنة، والماتش متصعب عليك والفرقة بدأت تاخد ثقة. دونجا اتصاب وما عنديش لعيب رقم 6 غيره، لكن انت في الاخر اضطريت ان انت تلعب محمد شحاتة 6 وجنبه عبد الله السعيد 8، وادم كايد لما نزلته لعبته مكان ناصر ماهر في مركز 10. فنفس الشيء الاداء هبط بسبب تدخلات احمد عبد الرؤوف. انا ليه بقول كده؟ انا مش بهاجم احمد عبد الرؤوف، انا بهاجم الناس اللي بتنادي ان احمد عبد الرؤوف يكمل في الاداره الفنيه لنادي الزمالك. احمد عبد الرؤوف مش هيحقق الطموح بتاع جماهير نادي الزمالك، مش على القدر ده، مش هيقدر يحقق لي ده. انا كمان لما تقيس القماشه اللي عندي مش افضل شيء، وتشوف المنافسين سواء بيراميدز ولا الاهلي القماشه حرير، ورايحين يجيبوا راجل مدرب له اسم وله تقله، يسترب، مدرب كبير ولسه هيضيف مع النادي الاهلي كتير. ف يعني مش ممكن تفكير الإدارة تكون بالمنظر ده حاجة تشل بصراحة. كابتن حلواني برضك مهتم بصفقات غريبة، تسمع أسامي دلوقتي كأن أنا مشكلتي في المدافعين مش في الوينجات. مثلا الزمالك يتفاوض مع هادي رياض، ليه يا حبيبي؟ ليه؟ المدافعين بتوعك يعني أثروا معاك في إيه؟ أنت محتاج
ونجي ناحية الشمال وينج رايت يبقى مع بتزيرة وراس حربة. هو انت طلعت كمان سيف الجزيري ليه امبارح؟ يعني سؤال كل اللي اتفرج على الماتش بيسأله. وده الدباغ ما كانش له اي تواجد في الماتش امبارح، كانش له اي تواجد باي شكل. اضافتك، اللمسة بتاعتك، التاتش بتاعك وقعوا الريتم بتاع الفرقة. فتاني بكرر، الفريق محتاج تدخل بأقصى سرعة. مجلس الكنبة لازم يتحرك ولازم يفوق. آه، الوضع مش أفضل شيء. الزملكاوية بدأ يحصل لهم اكتئاب شديد بسبب اللي بيحصل للنادي. حاولوا تلاقوا حل يطور موارد النادي. انسوا أرض أكتوبر. أرض أكتوبر خلاص بقت للجيش والعرجاني، دي معلومة مش توقع. فانسوا أرض أكتوبر، دوروا على أي حاجة تاني، اعملوا شركة كورة، يعني اعملوا أي حاجة، تشقلبوا، ادفعوا من جيوبكم زي ما غيركم كان بيعمل. لكن وعود 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 قبل الانتخابات، وبعد ما جيتوا حليتوا مشكورين وكل حاجة، لكن نفس الأخطاء اللي كان بيعملها غيركم بتعملوها. قضايا ومشاكل في الفيفا نفس الشيء، مشلاك ويانيك فيريرا وناس كتير جدا، إبراهيم أنداي وناس كتيرة جدا هتعمل قضايا نادي الزمالك في الفترة الجاية. لازم تصحيح مسار بسرعة. عندنا ماتش مهم جدا مع كايزر تشيفز الأسبوع الجاي، ماتش مهم إن احنا نخرج منه بأقل الخسائر، يعني أقل الخسائر. بعد كده هيبقى قدامك فرصة للتصحيح وفرصة كبيرة جدا. لازم في أسرع وقت تكون مجهز مدير فني جديد تقيل، في أسرع وقت يلحق يجي يشتغل مع الفرقة فترة التوقف الدولي. هيبقى عنده ماتشات كأس الرابطة، فرصة إن هو يعمل احتكاكات مع أندية من الدوري، وده الحل. ده أسرع حل وده أنسب حل، وده كل اللعمة يبقى شايف إن هو ده الحل، إلا مجلس إدارة نادي الزمالك وكابتن حلواني. فمرة تانية شابوه جماهير نادي الزمالك على الاحتفالية الرائعة بالراحل العظيم كابتن محمد صبري، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله يا رب. وإن شاء الله نتقابل مرة تانية في حلقة تانية يكون الزمالك فيها مفرحنا إن شاء الله. السلام عليكم.